فإذا تفتحت الشفاه ثوانيا نورت دوني أنا وأحييت القتيل. جودي عليك ببسمة لا تبخلي، جودي عليك بقبلة لا تبخلي، لا تبخلي. الحب والرحمن أعداء البخيل. اي بالله شرف سلينا عنك غنى مالينا، بالله شرف سلينا عنك غنى مالينا، يا الواقف على حصن الفيل بالله شرفنا عنا. يا بلبل يا بلبل يا بلبل بلبل عالشجر مغنى. برافو ربيع، هايل. لا دايما سقفوا لغايه لما اقف. ايوه وائل اتفضل. يعني لا شك انه عندك صوت حلو وعندك عرب حلوين، ولكن حسيتك كثير عم تغني بانفعال وباستلشاء، يعني مثل كأنه عم تعرض عضلات المسرح، بدك تحس بالكلمة اللي عم تغنيها. حسك عم تغني وهيك انه انا عم غني واسمعوا صوتي. بالعكس عندك شيء حلو بس عرف استعمله، يعني جرب عيش اللحن اكثر، شبعه اكثر، ومعك وقت. الغنية ملكك والمسرح لإلك وما في حدا لاحقك، بس هالثقل الزايدة بالنفس بدك تخففها شوي. شكرا. نانسي تفضلي. طبعا نحن مقدرين وقفتكم على مسرح أرب آيدل. مرة ثانية رجعنا مقدرين. ايه شو نحن على طول مقدرين. نحن مقدرين انه يعني قيمة هيدا المسرح قيمة كبيرة. اللي بدي وصله انه بتمنى كمان انه تكونوا انتم كمشتركين كمان مقدرين وقفتكم على هالمسرح. يعني هيدي الوقفة غير انه فيها رهبة، فيها قيمة فنية كبيرة، فيها شيء حلو كتير، فيها فن. أنا حسيت اليوم إنه وقفتك هيك، حسيت إنه وقفتك لازم تكون شوي مركزة أكتر، وتكون أنت مركز على عم تغنيه أكتر. بس ما في شك ربيع إنه أنت صوتك حلو وبتقدر تعطي، فعلى أنت بتقدر تعطي أكتر من هيك، ونحن بنعرف كلنا وأنا بعرف. فعطينا بعد، يعني أنا بتمنى منك إنك بالحلقات اللي جاية تعطينا بعد أكتر وتركز أكتر. شكرا نانسي. أحلام تفضلي. ما عرفت على شنو تصفقون انتم. حتى السكوت برضه بيشجعوك عليه، حاجه رائعه. انت ايش رايك في اللي غنيته؟ اعطينا رايك في صوتك الحين وانت تغني. بلا يعني كأول مرة إني أغني قدام مسرح كبير مثل هذا المسرح، فمنيحة 75% 50% بالنسبة لي لقيمة الأرب آيدل. نروح عند حسن.
حسن. انا اعتقد اللي هقوله هيبقى متفقين عليه. انت بدون شك انت صوتك حلو، عندك صوت حلو، يعني ده موضوع احنا مش مختلفين عليه. انت شايفني؟ شايف صح. وائل قال كلمه رائعه في حته الثقه الزايده. يمكن انا بس مش بقول ثقه، ولكن دي محاوله ان انت بتضيف شخصيتك في الغنى، ودي حاجه حلوه جدا على فكره. بس ساعات ممكن تبقى الشخصيه دي زياده فتخليني او تاخدني من الغنى الاساسي. خلي بالك انت اكتر واحد في عرب ايدل واخد فرص، خلي بالك، فانت اكتر واحد في البرنامج ده، عليك مسؤوليه كبيره جدا. صح، انت عندك حاجه كويسه، ولكن لازم تعرف ازاي تتحكم فيها، لازم تعرف ازاي تروضها. المره الجايه هتبقى احسن ان شاء الله. شكرا.